السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين وحبايبي ومتابعين قناة عائلة جوجو. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة كده مع بعض الكرنبيط زي ما انتم شايفين كده. حاجة كده كريسبي ورقيق كده وعامل زي البانيه بالظبط، واحسن من البانيه كمان. وقبل ما ابتدي معاكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل جرس عشان ينزلكم كل جديد. شايفين جمال الكرنبيط عامل ازاي؟ حاجة كده وهمية، وحاجة ريحتها حلوة، وحاجة مش شاربة زيت، وحاجة كريسبي كده وزي الفل زي ما انتم شايفين. اول حاجه طبعا معايا الكرنبيت لسه جاي من الارض دلوقتي، طازه كده وصابح اهوت. شايفين الجمال؟ هنقطعه بقى بالسكينه عادي، كل ورده كده لوحدها كده، لان الكرنبيتايه اللي معايا ديت كبيره، فاحنا مش هنعملها يعني كلها، هنعمل جزء منها وهخلي الجزء التاني. هقطعها كده كل ورديه كده مع بعضها. انا بشوف الناس بتعمل الكرنبيط يا جماعه مكلكع كده وكلاكيع كده، مش عارفه يعني ازاي، فانا هعمل لكم حاجه كده. والاطفال كمان مش بيحبوا ياكلوه، بيلاقوه مكلكع كده وبيحسوا بان هو بيبقى يعني حاجه كده سميكه كده، فاحنا هنعمله بالرقيق كده زي البانيه كده بالظبط، واحلى كمان. اهوت انا معلقه على الميه على النار، حاطه الميه على النار، ميه السلق بتاع الكرنبيط اهوت يا جماعه. الكرنبيط ده بيبقى فوائده كتير قوي يعني. تاكليه كده ني، تاكليه بتعمليه مخلل، بنعمله كده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي مقلي. بيبقى طعمه حلو، ويعني انا بحبه قوي، من الاكلات المحببه للقلب يعني في الشتاء. حطيت شويه بس كمون بس عشان خاطر، وشويه ملح يا جماعه بسيطه عشان خاطر ما يعملش انتفاخ. الكمون ده يا جماعه عشان خاطر الكرنبيط ما يعملش انتفاخ لما تاكليه، وكمان ما بيطلعش ريحه من السليق بتاعه. اهوت كده انا حطيت الكرنبيط لما الميه غلت، وهسيبه يستوي. معايا بقى 3 بيضات، ومعايا طماطمايه، ومعايا قرن فلفل حامي، ومعايا فصين توم. هضرب كله كده في الخلاط مع بعضه، وشويه بقى ايه، شويه فلفل اسود، والملح طبعا، و... والبهارات بتاعتي اهيت. وده شويه بقى الدقيق وشويه نشا يا جماعه. حبة دقيق وحبة نشا، حوالي نص كوباية دقيق، وبرضو يعني ايه قدهم كده نشا او اقل شوية. وهضرب كله مع بعضه. وحطيت كمان يا جماعة معلقتين آه، بقسماط من بتاعة الفراخ البانيه مع الخلطة دي يا جماعة، او كيس فيجيتار من بتاع البانيه برضو بيبقى طعمه حلو في الخلطة دي. بس كده. ودول الخضرة بتاعتي مقطعة شبت وبقدونس وكزبرة. انا بحب الخضرة فيها كتير شوية يا جماعة في الخلطة ديت، تبقى كده طعمها حلو، بتبقى باينة كده في الكرنبيط كده وهو مقلي، بيبقى شكله حلو كده وطعمه حلو برضو. هو كده يا جماعة الكرنبيط كده استوى، ونزلته من على طلعته كده من المية بتاعته اللي هي اللي بتغلي، وحطيته في مية على طول. اهوت هعمله بقى شرايح كده زي ما انتوا شايفين يا جماعة. ممكن بقى كده طريقة تانية لو مش عايزين بالشرايح ديت، محدش مثلا هيعرف يعمل الشرايح دي كده يا جماعة. ممكن تقطعيه فرافيت صغيرة وتحطيه في الخلطة، وبالمعلقة كده تغرفي بالمعلقة، وتحطي في الطاسة على طول. برضو يعني لو انت مثلا مش بتحبيه كده، يعني الحاجات اللي هي بتنزل منه البقايا ديت انا بعملها كده في الاخر. بس كده. وهقدح الزيت كويس، والزيت يكون كتير شويه يا جماعه، عشان خاطر لو الزيت مش كتير الكرنبيط بيشرب الزيت اصلا. الخلطه دي يا جماعه والله تحفه تحفه تحفه. يعني حطيت في الخلطه بتاعتي بيض، وحطيت فصين توم، وقرن فلفل اخضر، وطماطمايه. وحطيت خلي بالكم برضو شويه لبن، والتصوير ما جابوش بق كده لبن كان عندي حطيته برضو. والبهارات بتاعتي، والفلفل الاسود والكمون والملح وشويه بقسماط يا جماعه من بتاعه خلطه الفراخ المقرمشه او البانيه، وشويه دقيق وشويه نشا. كل ده كده يا جماعه بضربه في الخلاط لما بيكون عندك السمك اللي انتوا شايفينه معايا ده دلوقتي. شايفين كده انا حطيت اهوت لما الزيت سخن. ما تحطيش اي حاجه بتتقلي الا لما الزيت يسخن قوي، عشان لو حطيته والزيت لسه بارد اي حاجه بتشرب الزيت. اهوت يا جماعه شايفين اصلا منظره باين عليه اصلا اللي هو مقروش وكده، حاجه كده والله العظيم كريسبي كده وتحفه تحفه، وريحته اصلا حلوه وطعمه احلى. اهوت يا جماعه تطلعي على مناديل اهوت.
البقايا بقى اللي هي الفرافيت اللي بتنزل من الكرنبيط كده وانت بتقطعيه، بتحطيه في شويه الخلطه بقى هيتبقوا معاكي في الاخر، وبتقومي يعني مقلباهم كويس، وبتاخدي بقى يعني تغرفي كده بالمعلقه وتحطي برضو. بيعمل راس كده صغيره كده زي الطعميه، او زي برضو يعمل برضو نفس شكل الكرنبيط اللي انا بعمله ده، برضو نفس الشكل. وبتقلبيه عادي وبتطلعيه برضو، يعني مفيش حاجه منه بتترمي. اهوت يا جماعه، انا بقلي بس على قد اللي انا مثلا هنستخدمه، والباقي بسيبه في التلاجة، لما بنعوز بنعمل سخن منه. او على قد مثلا اللي انت، على قد مثلا يعني الافراد اللي ياكلوا حالا مثلا، وبعد كده لو حد عايز ياكل تاني بتعملي بيبقى سخن، بيبقى احلى يعني. شايفين لونه ذهبي كده وجميل ازاي؟ وبتبقي تهدي عليه النار شويه يا جماعه، ما بتعليش النار عشان خاطر ما يعني ما يتحرقش معاكي. شايفين الجمال؟ اقسم بالله تحفه تحفه تحفه. يا ريت تجربوا الكرنبيت كده بطريقتي يا جماعه، مش هتندموا. شايفين بيخشخش كده، بس انا كمان مش بصور وانا بتكلم فالصوت مش طالع. شايفين شرايح كده وحلو كده زي الفراخ البانيه، واحلى كمان. مش كلاكيع ولا مكلكع زي ما احنا بنشوف كده الناس عاملينه كده تخين كده، ما بيكونش طعمه حلو ولا شكله حلو. بألف هنا وألف شفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.